أهلا بكم في برنامج باكورد. في مونديال قطر ناس كتير شافوا مباراة أمريكا ضد إنجلترا على أنها مباراة ووتر ضد ووتر، لكن خلينا الحلقة دي نحاول نشوفها على أنها مباراة سكر ضد فوتبول. أيوة يا صاحبي، جيت في وقتك والله، الموضوع ده مضايقني أصلا. دي كورة وبتتلعب بالرجل، فالطبيعي يبقى اسمها كرة قدم أو فوتبول. ليه بقى جورج حناكة الأمريكاني يسميها سكر؟ اهدى بس كده وخد نفسك. بعد البرومو هفاجئك وهعرفك انك ظلمت جورج الأمريكاني. من المعروف ان كرة القدم لها اصول مختلفة وقديمة جدا، لكن مع بداية القرن ال19 بدأ الانجليز رحلة تحويل ده لده، والتحويل ده ما تمش كده بكل بساطة. ورحلة التحويل دي افرزت شكلين مختلفين لكرة القدم: شكل ممارسة كرة القدم بقواعد جامعة كامبريدج اللي هي تعتبر اساس قواعد كرة القدم الحديثة دلوقتي، وشكل ممارسة لعب كرة القدم بقواعد الرجبي أو لعب الكرة بالقدم وباليد مع بعض، وده الأساس اللي اتطورت منه بعد كده كرة القدم الأمريكية. وتأسس اتحادين مختلفين للشكلين دول من كرة القدم: فوتبول أسوشيشن أو FA اللي هو الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ورجبي فوتبول يونيون اللي هو الاتحاد الإنجليزي للرجبي. وبقى مشجعي ولاعبي اللعبتين دول يسموهم اسوشيشن فوتبول ورجبي فوتبول، واستمرت الاسماء دي لحد اواخر القرن ال19. وبعد كده في احد المعسكرات الصيفيه لطلبه جامعه اوكسفورد، وعلى طريقتهم في اختصار الاسماء، اختصروا رجبي فوتبول الى رجر، واختصروا اسوشيشن فوتبول الى السكر، وبعد كده بسطوها الى سكر. والاسم الجديد سكر حقق شعبية كبيرة جدا بين الإنجليز وقتها، زي ما هو واضح في مقال في جريدة ديلي تيليجراف الصادرة في يوم 14 أغسطس سنة 1899. في نفس الوقت ده كرة القدم أو سكر وقتها عدت المحيط وانتشرت بين معسكرات الطلبة في أمريكا. وفي نفس الوقت برضو ظهرت كرة القدم الأمريكية اللي هي تعديل على لعبة الرجبي. كرة القدم الأمريكية مع الوقت بقت الأكثر شعبية في أمريكا، وده اللي خلى الاتحاد الأمريكي لكرة القدم اللي هي المدورة بتاعتنا دي يغير اسمه من يونايتد ستيتس فوتبول أسوشيشن في سنة 1913 إلى يونايتد ستيتس سكر فيدريشن في سنة 1945. الغريب بقى إن الإنجليز بعد كده بطلوا يستخدموا كلمة سكر وبقوا يستخدموا كلمة فوتبول، ومن وقتها والعالم اتقسم لجزء كبير بيستخدم كلمة فوتبول أو الترجمة الحرفية بتاعتها زينا مثلا بنستخدم كرة القدم، وجزء صغير بيستخدم كلمة سكر زي أمريكا، كندا، أستراليا، نيوزيلندا، أيرلندا، وحتى ليسوتو وجنوب أفريقيا. وفي جزء أصغر بيستخدم كلمة فوتبول وكلمة سكر الاتنين مع بعض زي نيجيريا مثلا. وطبعا في إيطاليا اللي بيستخدموا كلمة كالتشو المشتقة من الفعل كالتشاري يعني يشوط باللغة الإيطالية. وكلمة كالتشو كمان كانت اسم لشكل قديم من كرة القدم ظهر في إيطاليا في العصور الوسطى. والخلاصة يا صاحبي إن فوتبول أو سكر مش مسألة مين صح ومين غلط، لا، دي مسألة شعبية. يعني المناطق اللي فيها شعبية كرة القدم أكبر بكتير طبيعي جدا إنها تستخدم كلمة فوتبول، أما المناطق اللي فيها ألعاب تانية شعبيتها أكبر زي الرجبي أو كرة القدم الأمريكية طبيعي جدا تستخدم سكر. وفي النهاية لو عجبك الفيديو اشترك في القناة، اعمل اللايك، شير الفيديو لأصحابك، وما تنساش تشوف المصادر وتكتب لي رأيك في التعليقات. سلام.